السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فنون الطبخ مع فتيحة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد الحلوة بالبيستاج اللي كتجي اكثر من رائعة، مذاقها في قمة الوصف. يعني حلوة اللي كتجي سهلة معلكة ولذيذة بزاف وكتميز ما بين الحلو والمالح. ما غاديش نقول لكم هاد الحلوة باللي اقتصادية وفي المتناول ديال الجميع، ولكن طريقتها في التحضير سهلة جدا وما كتاخذش لنا الوقت نهائيا، والمذاق ديالها اكيد غادي يعجبكم الا جربتوها ولو بكمية قليلة. نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير هي ما فيهاش المقادير بزاف. عندي هنايا نص كيلو ديال البيستاج اولا الفستق، غادي نحيد له القشره ديالو كامله. ومن الاحسن بالنسبه للبيستاج فاش نشريوه اللي كيكون مسدود عليه في العلب ديالو او في الاكياس. من ناخذوش ديال العبار لان تيكون بارد شويه، من الاحسن ناخذوه يكون مقرمش اولا مقرمل. كيف ما كتشوفوا لقيتو كامل، حيدت له القشره وكنطحنو في الطحانه ونطحنو مزيان حتى كيرجع عندي بحال البودره ديال اللوز اولا ديال الكاوكاو، ما كيكونش عندنا مهروش. كيف ما تلاحظوا تيكون رقيق بزاف بحال هذا الشكل، بحال الشكل ديال البودره ديال الطحين، باش كتجينا هذه الحلوه معلكه وزوينه. هنا باش غادي نخلطها، انا تنخلطها بنسلي الحليب مركز والكميه غير محدده. هنا كناخذوا غير شويه بشويه حتى كتجمع عندنا العقده اولا العجين. كنحط نسلي حدايا وكنبقى ناخذ شويه بشويه. من بعد ما كنجمع العجينه اولا كندلكها مزيان بيدي باش كتخلط ليا مزيان، وكنحصل على عجين اللي كيكون متماسك وفي نفس الوقت رطب اولا املس. كيف ما تلاحظوا هنايا ما كنديرش الكميه كلها مره واحده. وبالنسبه لهذا الخليط تقدروا تجمعوه بالعسل اولا بالكراميل. انا تنفضل العسل اولا نسلي. بالنسبه للكراميل انا مجرباه ما كيجيش زوين، المهم انا ما عجبنيش، والاذواق دائما كتختلف، كل واحد يدير الخليط اللي تيفضل واللي تيعجبو. المهم هنا بالنسبه الاغلبيه انا تنخدمها بنسلي، كيجي المذاق ديالها زوين بزاف. صافي هنا كيف ما تلاحظوا من بعد ما كنجمعها وكنحاول ندلكها شويه، من بعد ما تنكورها في يدي بهذا الشكل كتكون عندي كره اللي كتكون مجموعه والملمس ديالها رطب. يعني الا بقات كتفرست لينا في يدينا كنعرفوا بان الخليط مازال خاصو السوائل باش كنجمعوه. هنا من بعد ما تنسالي تنقسم الخليط على جوج. النصف الاول كندير في الكره ديالو 16 غرام، والنصف الثاني غندير فيه 12 غرام، لان غنحضر من هذا الخليط جوج الاشكال ديال الحلوه. هنا بالنسبه للعبار كتاخذوا العبار بعينيكم، او اللي ما تيقدرش ياخذ العبار ديال عيني ميزاني من الاحسن توزنوهم باش كيجيوكم الحبات كلهم مقد وكيجي الحجم ديال الحلوه كلها مقاده. هنا راه نفس الخليط هو هذا كله اللي عندي. كيف ما تلاحظوا بيستاج غير كيتجمع كيولي قليل. هنا بالنسبه للزين عندي اللوز والبندق. هنا اللوز قليته في الزيت، تقدروا تحمروه في الفران، غير انا ملي كتكون عندي كميه قليله كنديرها في الزيت، يعني تنقليها في الزيت. هنا عندي البندق قسمته على جوج، النصف الاول كل حبه قسمتها على جوج، والنصف الثاني هروشته في الماكينه ديال الطحين باش كيكون عندي هكا قطع شويه اللي هما غلاظ ماشي رقاق بزاف. وهذا المرشم اللي غادي نشكل به بالنسبه للشكل الاول. وضروري ما كنستعملوا بلاستيك فوق الرخامه اولا المكان اللي غنخدموا عليه باش الحلوه ما كتلصقش لينا، لان هذه الحلوه ما فيهاش العجين وما غاديش نستعملوا فيها الطحين، فضروري نستعملوا بلاستيك باش ما كتلصقش وكتهز بكل سهوله، والشكل ديالها كيف ما كتشوفوا كيبقى مقاد. صافي انا من بعد ما كنضغط مزيان بالمرشم كنبدا كنخرج فيها غير بشويه باش نحافظوا على الشكل ديالها، لان هذه الحلوه راه منها المرشم فيها لا طحين لا عجينه اللي غادي يشد عليها. صافي هنا غادي ناخذ نص ديال البندق، نص حبه، وتندخلها في العجين في الوسط. بالنسبه للوز هنا راه قطعته على جوج، يعني الحبه قسمتها على جوج وهو مازال خضر قبل ما تنقليه، لان الا خلينا حتى قليناه وبغينا نقسموا الحبه على جوج راه كيتهرس وما غاديش يجينا مقاد. صافي هنا كنبقى نهز كل حبه كل نص حبه ديال اللوزه وتنحطها بهذا الشكل حتى كنعمر الدائره كلها، كيجي الشكل ديالها زوين. وبالنسبه للزين كيبقى حسب الرغبه، كل واحد يزين بالطريقه اللي تيفضل. انا اختاريت البندق واللوز
نتوما اختاروا اي حاجه كتفضلوها. تقدروا تشدوا غير اللوز تهرمشوه رقيق، تجمعوه بالناباج وكديروا في الوسط، اولا ديروا عليه الفواكه المعسله. المهم الذوق كيبقى على حساب كل واحد. هنا كيف ما تلاحظوا من بعد ما تنكملها كنضغط عليها بيدي شويه باش كيشدوا المكان ديالهم وكيجيو الحلوه كتجي مقاده. مباشره ملي تنساليها تنحطها في الاكياس باش ما كنبقاش نهز الحلوه ونحطها. اللي زينتها وكملتها تنديرها في الكيس وتنحطها حتى كنسالي كلشي. هنا نعاود معكم الحبه الثانيه. من بعد ما كنحطها فوق البلاستيك كنضغط، والمرشم خاصني نزيرو مزيان بيدي، ايد كنشد بها المرشم وايد كنضغط بها من الفوق باش المرشم ما كيتحركش والشكل ديال الحلوه كيبقى مقاد. كما تلاحظوا راه كتحيد بسهوله، غير خدموها بالخاطر ونحرجوها غير بشويه بشويه باش الشكل ديالها يبقى زوين. وواحد الملاحظه بالنسبه للتزيين ديال اللوز والبندق، هاد الكميه اللي كتشوفوا فيها انا خدمت بها 2 كيلو ديال البيستاش وصورت معكم غير نص كيلو على حساب اللي بغى يجرب كميه قليله. وتقدروا تجربوا غير في رابعه اللي هي 250 غرام حتى كتشوفوا الحلوه واش غتعجبكم ولا ما تعجبكمش. من بعد راه كديروا القياس اللي بغيتو. وهاد الحلوه ديال البيستاج راه ما كتعطيش كميه كثيره، كتخرج تقريبا هاد نص كيلو انا عطاني 20 حبه بالضبط. ومن بعد غادي نكمل كيلو ونص الثاني بلا ما غادي نصوروا باش الفيديو ما غيجيش طويل، وغادي نخدموا بنفس الطريقه وبنفس الاشكال اللي شفتوا معايا. هنا بالنسبه للكويرات اللي فيهم 12 غرام كناخذ الحبات ديال البندق اللي هما مهرمشين، قطعه اللي كتكون شويه هكا باينه. كنشد الكره في يدي وتندير صبع الوسط وكندورها وكنحط فيها دوك الطريفات من الجناب، يعني كنخشي فيها الحبات ديال البندق حتى كيشدوا مزيان بهذا الشكل. ومن بعد كندير 3 نصوصه ديال اللوز في الوسط على هذا الشكل اللي كتشوفوا. حتى هي هذا الشكل كيجي ساهل. كما قلت لكم هذه الحلوه راه كتحضر في وقت قليل بزاف لان ما فيهاش الخدمه بزاف. الوقت اللي غادي يشد لينا هو الوقت اللي تنحيدوا القشره ديال البيستاش. بالنسبه لهذا الشكل اللي خدمته معكم بلا مرشم، الا ما بغيتوش تزينوه بهذه الطريقه من بعد ما كتكوروه كتخليهم كويرات هكا دائريين، كتفندوهم في الزنجلان محمر اولا اللوز اولا كاوكاو كونكاسي تيكونوا حتى هما محمرين، وكتفندوهم فيهم بلا ما كتحتاجوا دهنوهم لان الحليب مركز كيخلي الحلوه كتلصق. فاش ما فندتوها غادي تشد لكم وكتجمع. حتى بهذا الشكل كتجي زوينه. وتقدروا ديروا حتى الزنجلان الابيض كيجي الشكل ديالها بحال الشكل ديال حلوه رافاييلو، كتكركبوها ولكن ما كتضغطوش عليها بحال الغريبه، كتبقى كيف ما شفتوها مكوره كتفندوها وكتحطوها مباشره في الاكياس. الشكل ديالها هكا كيجي زوين. وتقدروا تنوعوا في التزيين، ودائما التزيين كيبقى حسب الرغبه وحسب الذوق ديال كل واحد. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه اللي عندي وتشوفوا معايا الشكل النهائي في طبق التقديم. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالها كيجي راقي والمذاق ديالها كيجي غزال بزاف. هاد الحلوه فاش كتحط في البلاطوات خصوصا الا حطيناها مع حلويات اللوز اللي كتكون بدون الوان، يعني الحلويات اللي ما كيكونش فيها الالوان، الحلوه كلها كتبان بيضه في البلاطو وهاد الحلوه كتبان بهذا اللون ديالها الغزال. كتجي رائعه جدا واي واحد شافها كيهزها غير هي وكتعجبو وما كيعرفهاش باش مصايبه. بالنسبه للمذاق ديالها بين المالح والحلو ما باينش وما كيجيش معروف نهائيا. هنا حطيتها مع هاد الاشكال ديال الحلوه باش تشوفوا الشكل ديالها، ولكن مع حلويات اللوز شي حاجه كتجي رائعه بزاف وكتجي زوينه واللي شافها كيهزها غير هي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه والتشجيع. الى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.